والسبب اللي خلاني اسس 3 مطاعم ويشتغل معي فوق ال 120 موظف وافتح شركه تسويق في بريطانيا بعد توفيق رب العالمين اكيد، هي شغله واحده بس وكانت من اكبر الاسباب: القراءه. طيب ليش القراءه؟ لانه اول كلمه في القران الكريم نزلت على سيدنا رسول الله: اقرا. لا تعلم، لا احفظ، لا مارس، فقط قال اقرا. ليش؟ لانه القراءه هي رياضه العقل. انت لما بتقرا فعليا عم تاخذ خلاصه خبره اشخاص عاشوا 40 او 50 سنه وحطوها بين ايديك بكتاب واحد. واي جانب بالحياه بدك تكون قوي فيه اقرا وتثقف حوله. بدك تقوي حالك بالتواصل والعلاقات، اقرا كتاب كيف تكسب الاصدقاء وتؤثر بالناس. بدك تسوق لحالك ولمشروعك بطريقه ذكيه ومحترفه، اقرا كتاب خطه تسويقيه بصفحه واحده. بدك تطور حالك بالاداره والقياده، اقرا كتاب العادات السبع للناس الاكثر فعاليه. بدك تصير بطل بالمبيعات وتعرف تقنع اي زبون قدامك، اقرا كتاب سيكولوجيه البيع. وصدقني هدول الكتب مو بس معلومات، هدول اسلحه لو طبقت اللي فيهم حياتك حرفيا رح تتغير. فاسال حالك اليوم، شو اول كتاب رح تبدا فيه؟